استخدامك للسكر الدايت سيؤدي الى السكته الدماغيه وامراض القلب والاوعيه الدمويه، لان لازم تبقى فاهم ان في انواع من السكريات الدايت فيها ماده اسمها الاريثريتول، كارثه بتؤدي الى سرطانات وبتؤدي الى امراض قلب واوعيه دمويه وقصه. فلازم تبقي فاهمه ان نوع السكر الدايت اللي بتجيبيه خالي تماما من ماده الاريثريتول اللي انا كاتبها هنا دي، وخدوا بالكم من صحتكم واقروا قبل ما تجيبوا اي منتج بقى. مبدئيا انت اللي محتاج تتعلم تقرا وتبطل اسلوب تعليق الصوت والترويع عشان تخوف الناس من حاجه مفيش منها اي ضرر. لما نيجي نتكلم عن الاريثروتول، هو مركب جسمك بينتجه داخليا عن طريق البنتوز فوسفيت باثوي، وهو طعمه قريب جدا من السكر الطبيعي، اقل في التحليه منه حوالي 30%، وسعراته قليله حوالي 0.2 سعره لكل جرام مستهلك، فهو بديل كويس جدا للسكر عشان طعمه وعشان سعراته. الدراسه اللي انت بتتكلم عنها دي هم ما قاسوش فيها استهلاك الناس للاريثروتول، كانوا بيقيسوا الاريثروتول الموجود في مجرى الدم اللي بينتج عن طريق البنتوز فوسفيت باثوي. الناس اللي كانت مشاركه في الدراسه دي مجموعه من المرضى، لما نيجي نتكلم عن حالتهم اكتر من 15% منهم جاله هارت فيلير قبل كده، اكتر من 40% جاله هارت اتاك، اكتر من 70% عندهم تصلب في الشرايين، اكتر من 20% عندهم السكر، واكتر من 70% مرضى ضغط مرتفع. طيب ليه بقول الكلام ده؟ لأن أنت لما بتبقى مريض سكر أو مريض قلب، البنتوز فوسفيت باثوي بيبتدي تفعيله يعلى جدا، وده بينتج اريثروتول أكتر في مجرى الدم، وده اللي تم قياسه في الدراسة. تم ربط الدراسة دي بدراسة تانية كان فيها 8 أشخاص استهلكوا اريثروتول من بره من مصدر خارجي، وارتفع عندهم الاريثروتول في مجرى الدم نقطة، مفيش أكتر من كده، هي دي الدراسة. ودراسة ثالثة كانت عبارة عن ان فيفو، يعني جابوا خلايا عرضوها للإريثروتول في المعمل، وقتها حصل زيادة في التجلط، ربطوا الثلاثة دول ببعض وهم ما لهمش أي ارتباط ببعض أصلا، وطلعوا منه الكلام اللي أنت بتقوله ده، اللي هو لو أنت كشخص اكلت اريثروتولز هتبتدي ان انت يحصل لك امراض الى اخره، لكن ده ما حصلش في الواقع. الواقع بيقول ان الناس دي اصلا مريضه، وعشان هي مريضه دي حاجه اسمها ريفرس كوزاليتي، كان عندهم ارتفاع في الاريثروتول في مجرى الدم. هل هم اكلوا اريثروتول قبل كده ولا لا؟ محدش يعرف، الكلام ده لم يرد، محدش يعرف. فاذا احنا ما نفتيش فما نعرفوش. اغلب الدراسات اللي بيتم استبدال السكر فيها بحاجه تانية اقل في السعرات بمصدر سكر تاني، الصحه بتتحسن. بقدم لك محتوى عن التغذية والتمرين يحل لك الالتباسات اللي عندك، فلو استفدت من الفيديو ما تنساش الفولو واللايك والشير.